يغطي الشمس بالغربال. حتى الاعتذار أحيانا لا ينفع، مثل اعتذار قناة الجزيرة. قلنا بالآونة الأخيرة أن الجزيرة نشرت حافلة مهترئة وادعت أن هذه الحافلة بالمغرب، بحين أن هذه الحافلة جزرية. خرجت قناة الجزيرة واعتذرت من المغاربة، لكن طبعا المغاربة رفضوا الاعتذار. تتهجمون علينا، تسيئون لنا، من ثم تقدمون لنا اعتذاركم. ماذا ينفع هذا الاعتذار؟ وهذه رسالة ليست فقط لقناة الجزيرة، بل أيضا لوفاء عتيد. وفاء عتيد من داخل إسبانيا تعتذر من المغاربة وتؤكد على أنها تريد العودة للمغرب. اسمعوا، وأنها وقعت ضحية بيد الإعلام الإسباني. ما الذي جرى؟ وفاء عتيد وجدت نفسها بعزلة كبيرة بإسبانيا بعد أن اتهمها أطراف من داخل إسبانيا على أنها جاسوسة تتبع للمغرب. وفاء عتيد وقعت بورطة لا تحسد عليها بعد أن خسرت علاقاتها مع المغاربة من أجل محاباة الإسبان. الإسبان انقلبوا عليها، وها هي وفاء عتيد تريد العودة للمملكة المغربية وقالت: أعتذر، أنا أحب وطني وملكي. وما جرى تم استغلاله من قبل قنوات إسبانية. حاولوا أن أتحدث بأسلوب لا يليق بوطني، ولذلك اليوم كشف كل شيء وأريد أن أعود. أعتذر للمغاربة وأنا أحب المغرب، لكن الصحافة الإسبانية هي التي ضحكت علي وحرفوا كل المقاطع التي خرجت فيها، وأنا الآن أريد العودة والسماح من المغاربة. هل تسامحون وفاء عتيد بعد الذي جرى معها؟ وهل بالفعل كانت ضحية للإعلام الإسباني؟ ما رأيكم أنتم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات واضغطوا على زر لايك، لأننا سوف نبتدئ الآن بالحديث عن أحداث سبتة المحتلة. الاتحاد الأوروبي قدم للمغرب زيادة دعم كبيرة ماديا، لأن أوروبا اعترفت لولا تواجد المغرب وتأمينه لكنا نعيش بفوضى الهجرة وبشكل خطير. وعلى هذا الأساس الاتحاد الأوروبي اليوم يرفع القبعة للمملكة المغربية. وأكدت الخبيرة الإسبانية بشؤون المغرب العربي أن الحفاظ على علاقات جيدة بين المغرب وإسبانيا هو أمر مهم للغاية، لأننا لا نريد أن نخسر علاقاتنا مع المغرب. وعلى ما يبدو ما تتحدث عنه هذه الوزيرة هو بالفعل ما فعلته إسبانيا. ما معنى ذلك؟ صحيفة البايس تقول إن وزير خارجية إسبانيا اتصل مع ناصر بوريطة 27 اتصال بيوم واحد خلال أزمة سبتة المحتلة. وعلى هذا الأساس عندما نقول أن وزير خارجية إسبانيا اتصل مع بوريطة 27 مرة، هذا يؤكد أن إسبانيا تتخوف من أي توتر بالعلاقات المغربية الإسبانية. 7 وزراء بالحكومة الإسبانية جلسوا أمام البرلمان لتقديم الرواية الرسمية بشأن أزمة الهجرة، وتم الاعتراف رسميا على أن وزير خارجية إسبانيا كان يتواصل بشكل مباشر مع ناصر بوريطة لكي لا تندلع أزمة خطيرة بالعلاقات. إذن العز للمملكة المغربية عندما نستمع أن وزير خارجية إسبانيا اتصل 27 مرة مع ناصر بوريطة، خصيصا بعد التصريحات التي يقولها وهبي بآخر تصريحاته قصف إسبانيا وقال: كانوا يقولون إننا نتحرك ببلدنا لأن سبتة مغربية، فكيف تريدون مني أن أمنع المغاربة؟ هذا التصريح يعتبر قوي للغاية، لأن وهبي يؤكد على أحقية المغاربة بالتنقل كما يحلو لهم داخل سبتة ومليليا المحتلتين. التجوال بسبتة ومليليا حق دستوري للمغاربة، وعلى إسبانيا أن تفهم عقلية الشباب المغربي بخصوص جغرافية المغرب. إذن لا تستطيع إسبانيا أن تأتي وتحاسبنا لأننا ندخل سبتة ومليليا المحتلتين ونتجول بهما.
هكذا قال وهبي، واكد على اسبانيا ان تفهم جغرافية المنطقة وان سبتة ومليليا مغربيتان. وعلى هذا الاساس وهبي يؤكد من جديد حق المغرب باسترجاع هاتين المدينتين المحتلتين. سبق للإعلام الإسباني أن تهجم على وهبي وقال إن وهبي يخرج بهذه التصريحات فقط من أجل الحملات الانتخابية، في حين أن الحقيقة سبتة ومليليا المحتلتان هم أراضي مغربية، والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك. إذن لا تستطيع إسبانيا أن تمنع أي مغربي من أن يصل ويجول داخل هاتين المدينتين على لسان وهبي. والمغرب دعا إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد حول سبتة ومليليا لإيجاد حل نهائي. لا يعقل بكل مرة أن تحدث مثل هذه الأزمة. يجب أن يجلس الإسبان والمغرب والأوروبيين على طاولة واحدة لحل هذا النزاع. هذا ما دعا إليه المغرب. لماذا المغرب اليوم بات يتحدث من مركز قوة؟ سوف نجيبكم. المغرب ضاعف أنفاقه الدفاعي واقترب من ضعف النسبة الإسبانية. هذا يعني سباق التسلح بدأ يسير قلق كبير بإسبانيا، والمغرب بات يفوز عسكريا على الإسبانيين، خصيصا بعد الصفقة العسكرية التي عقدها المغرب مع الفرنسيين. تفاصيل صفقة عسكرية مغربية فرنسية جديدة. هذه الصفقة غيرت الموازين. ايرباص تستعد لتسليم المغرب 10 مروحيات عسكرية من طراز كاراكال المتخصصة بنقل وإجلاء الجنود، وهناك أسلحة متطورة أخرى أيضا وقع عليها من الجانب الفرنسي من أجل أن يصفر بها المغاربة. إذن علاقات المغرب مع الدول الخارجية مثل أمريكا بات اليوم يخيف الإسبان، والدعم العسكري الذي بات يحصل عليه المغرب أيضا بات يربك حسابات الإسبان. ولذلك نعلن لكم الآن أن بيدرو سانشيز عقد اجتماع مع قيادة الجيش والمخابرات وسط تصاعد تداعيات أزمة سبتة، والأمر وصل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الإسباني. ماذا يعني مجلس الأمن القومي الإسباني؟ يعد هذا المجلس أعلى هيئة إسبانية مكلفة بمساعدة الحكومة بقضايا مرتبطة بالأمن القومي، ويجتمع بشكل دوري كل شهرين، فيما يمكن عقد جلسات استثنائية كلما رأى رئيس الوزراء ضرورة. ورأى بيدرو سانشيز الآن ضرورة قصوى من أجل عقد هذا الاجتماع. وفق الصحيفة الإسبانية سيعقد الاجتماع بقصر ملكوة برئاسة بيدرو سانشيز بحضور المدير العام